تخيل لو في لحظة كده ودنك بقت بتسمع زي ودن كلب أو خفاش، إيه اللي ممكن تسمعه وإزاي هيبقى شكل العالم حواليك؟ يلا نجرب نعيش لحظة بودان الحيوانات. ولو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. نبدأ بأوفى صديق للإنسان، الكلب. الكلاب إدراكهم للزمن مختلف عننا خالص. يمكن سمعت إن السنة عندنا بتساوي 7 سنين عند الكلب، بس السؤال الحقيقي لما تنادم على كلبك باسمه هو بيسمعك إزاي؟ الجواب: الكلاب بتختبر الزمن أبطأ مننا، وده بينطبق كمان على الصوت. يعني لو بتنادي على كلبك روي بصوتك العادي هو سمعك كأنك بتتكلم بالسلو موشن. اسمع كده هيسمعك إزاي؟ روي. ودن الكلب كمان عندها مدى أوسع من ودن الإنسان. احنا كبشر بنسمع من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز، وسمعنا وهو صغير بيكون في قمته وبعد كده بيبدأ يضعف مع العمر. لكن الكلاب بتسمع لحد 45 كيلو هرتز، وده منطقي جدا على فكرة، لأن في سلالات اتخلقت مخصوص للصيد، فلازم ودانها تبقى قوية جدا. لكن في نقطة غريبة، الكلاب مش زي الإنسان في تمييز الأصوات المتقاربة. يعني احنا مثلا نقدر نفرق لو سمعنا ما بين كلمة جو وسلو، الكلاب لأ. الموضوع ده اسمه انتقائية التردد. خلينا نشرح بسرعة. جوه ودننا في جزء اسمه القوقعة، جواها سائل وفي النص شعيرات دقيقة جدا. الشعيرات ديت بتعمل ايه؟ بتتهز حسب التردد اللي بيوصل لها. في شعيرات خاصة بالأصوات العالية وفي شعيرات خاصة بالغليظة، ومع العمر الشعيرات دي بتتلف فالسمع بيضعف. الطفل الصغير ممكن يسمع لحد 24 كيلو هرتز، الكبير في السن بقى بيسمع لحد 8 كيلو هرتز بس. يعني ممكن ما يسمعش لا زقزقة عصافير ولا صوت الميكرويف. نروح بقى لمنافس الكلاب، ايوه القطط. القطط بتسمع ترددات اعلى من الكلاب، بيوصلوا لحد 60 كيلو هرتز، وده بيساعدهم جدا في الصيد. القوارض الصغيرة بتطلع اصوات دقيقة جدا احنا ما نسمعهاش، لكن القطط تسمعها حتى من مسافة 100 قدم. والاغرب ان القطط عكس الكلاب في ادراك الزمن، فاذا كان الكلب شايف الواقع ابطأ فالقطط عايشة الزمن اسرع مننا بحوالي 9%. ندخل بقى على الأصوات الخاصة. في نوعين من الصوت، انفرا ساوند وده بيبقى أقل من 20 هرتز، والترا ساوند ودوت بيبقى أعلى من 20 كيلو هرتز. الاتنين الإنسان ما بيسمعهمش. يعني مثلا حركة الصفائح التكتاتونية انفرا ساوند، أما حركة النمل في الأنفاق فبرضه انفرا ساوند. وهنا بيجي دور الفيل. أول حاجة ملفتة عنده هي ودانه الضخمة. الودان دي بتخليه يلقط موجات طويلة جدا لدرجة إنه بيسمع حركات السحاب وتكون المطر، وده بيساعده حرفيا إنه يعرف إمتى يتحرك ناحية المية. الأفيال كمان بتتواصل بالإنفرا ساوند، بيضربوا رجليهم في الأرض واللي بدوره بيخلق اهتزاز تحت الأرض، فتيجي أفيال تانية بتلقط بأعصاب في رجليها وعظام ودنها الهزة ديت، زي تليفون أرضي بدائي جدا. أما الأفاعي فما عندهاش ودان خارجية أصلا ولا طبلة أذن، أذنها الداخلية مرتبطة بالفك، والاهتزازات بتنتقل من العظام. الظاهرة دي اسمها زي ما مكتوب قدامكم على الشاشة، يعني الأفعى فعليا بتسمع بعظامها. تخيل لو ده عند البشر، الأصوات دي كانت هتنزل في عمودك الفقري. نروح بقى للحيوانات البحرية. الدلافين بتستخدم الالترا ساوند، وهي انها بتطلع نقرات فالصوت يرتد يديهم صورة كاملة عن اللي قدامهم. يعني ببساطة الدلافين بتشوف بودانها. القدرة دي اسمها زي برضو ما مكتوب قدامكم على الشاشة. المفاجأة بقى ان الانسان تحت المية ممكن يسمع لحد 100 كيلو هرتز، وده نفس مدى الدلافين تقريبا. العلماء مش فاهمين السبب بالظبط، بس بيقولوا ممكن يكون له علاقة بانتقال الصوت في المية. وبرضو الخفافيش عندها نفس القدرة، بتتنقل بارتداد موجات الصوت مش بالنظر. ورغم ان عقولهم صغيرة الا انهم بيرسموا خريطة دقيقة جدا حواليهم ويصطادوا بسهولة جدا. اما القوارض زي الفار والسنجاب حركتهم في نظرنا سريعة جدا، لكن السر ان ادراكهم للزمن اسرع مننا بكتير. السنجاب مثلا بيشوف في الواقع بنص سرعتنا، يعني اللي احنا شايفينه سريع هو بالنسبة له طبيعي جدا. والسمع الفار بيوصل لحد 91 كيلو هرتز، وده رقم مرعب على فكرة. وده كان موضوعنا النهاردة. لو اتبسطت وشبعت فضولك اعمل لايك وشارك الفيديو مع اصحابك، ولو عايز تعرف اكتر دوس على الفيديوهات اللي جاية، وخليك دايما مع ايه سهلة اهي. سلام.